مبكبكة أكلة شتوية معروفة جدا، حبيت أعملها معاكم ومتأكدة هتعجبكم وكلها في حلة واحدة. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ويلا نبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة في الحلة على النار هحط هنا زيت مع سمنة، ممكن طبعا نستخدم زبدة، استخدموا المادة الدهنية اللي بتحبوها. بعد كده هبدأ أشوح اللحمة. أنا استخدمت لحمة موزة، قطعية الموزة قطعتها مكعبات بالشكل ده. ممكن طبعا نستخدم أي لحمة تانية بس نسبة الدهون تبقى فيها شوية، هتديها طعم احلى بكتير. واساس الاكله بتتعمل باللحمه الضاني بس انا هستخدم الموزه. بعد ما هضيف، انا ضفت حوالي كيلو، هبدا اقلب الكيلو اللحمه بالشكل ده على نار عاليه. انا مش عايزاها تنزل اي سوائل، انا عايزاها تاخد لون حلو بس. هقلبها كويس جدا على الجهتين، وبعد كده هضيف عليها باقي الاضافات. هستخدم النهارده بصلايه متوسطه قطعتها شرايح بالشكل ده، قطعوها زي ما تحبوا. وهبدا اقلب اللحمه مع البصل عشان انا عايزه البصل واللحمه لونهم يغير، يبقى لونهم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. عايزه البصل يدوب تماما ولونه يبدا يغير، وعايزه اقول لكم الريحه تطلع خطيره. انا بحب اضيف عليها كرفس، ده اختياري هو مش في الوصفه. بحب طبعا اضيف ورق لورا عشان يدي اللحمه ريحه حلوه. واساسي الاكله لازم فلفل حار، لو مش بتحبوا الفلفل الحار ممكن فلفل اخضر. التوابل ملح وفلفل وكزبره، 7 بهارات وكمان كركم. ودي كل التوابل اللي هستخدمها النهارده. طبعا هنقلب التوابل مع اللحمه والبصل والفلفل، طبعا الروايح خطيره، مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه جدا. هضيف عليها معلقتين من صلصه الطماطم، وما ننساش رشه السكر. وبعد كده اكيد هنديهم تقليبه مع بعض. هقلب كله مع بعضه، ولسه هضيف بعد كده السوائل اللي هسوي فيها اللحمه. بعد ما اديهم كده تقليبه حلوه مع بعض، عايزه اقول لكم الريحه واللون خطير. هضيف بعد كده عصير الطماطم. انا هستخدم عصير طماطم فريش، ممكن عصير طماطم جاهز لو حابين. واكيد هنضيف بعد كده ميه سخنه علشان اللحمه تستوي فيها. هضيف طبعا الكميات دي مفتوحه حسب كميه اللحمه اللي هتستخدموها. هغطي عليها واسيب اللحمه لحد ما تستوي تماما. كل شويه هفتح اديها تقليبه، لو احتاجت ميه طبعا بنزودها لحد ما اللحمه تستوي تماما. هضيف المكرونه. انا استخدمت كيس من المكرونه، هي بتتعمل في المكرونه المرمريه، انا استخدمت الاكبر شويه. بعد ما ضفت المكرونه هزود طبعا ميه عشان المكرونه تستوي فيها، وهغطي عليها. وكل شويه هفتح اديها تقليبه عشان المكرونه ما تلزقش في الحله من تحت، لحد ما المكرونه خالص تستوي تماما. هي مش هتاخد وقت كتير. وبعد كده ده شكلها بعد ما استوت، وبيبقى فيها شويه سوائل زي ما انتوا شايفين كده. هي بتتقدم كده، حابين سوائل اكتر ممكن نزود الميه او صلصه الطماطم او حتى عصير الطماطم. كده خلاص اكلتنا جاهزه تتقدم. اكله سهله وسريعه وكلها في حله واحده، وطعمها خطير وهتعجب كل البيت. ولو ما جربتوهاش قبل كده انصحكم تجربوها، لاني متاكده انها هتعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا له شير.